من غير اي مقدمات كتير، عشان انا اصلا والله العظيم مش لاقي حاجه اقولها اساسا يعني، والله بكلمكم بجد يعني، انتوا اخواتي مش هخبي عليكم والله بجد يعني. ده لا فرايداي نايت سماك داون ولا نيله، انزل يا ابني بالانترو، انا مستحي والله مستحي. Acknowledge me. قبل بس ما نبدا كده عاوز اقول ان كودي رودز كان مع بات مكافي في برنامج كده اول امبارح تقريبا، واعلن ان في نجم كبير هيظهر في باد بلاد، فالناس كلها ساعتها احتارت بين الروك وبروك ليزنر، وفي اللي قال جون سينا، بس يعني جون سينا مستبعد يعني، بس هو شكله كده هيكون الروك. ليه بقى اشمعنى الروك؟ لان الروك دلوقتي في مدينه جورجيا اللي هيتلعب فيها العرض، رايح يحضر مباراه كره قدم امريكيه، ولكن هو موجود دلوقتي في المدينه اللي هيتلعب فيها العرض، فمش بعيد مش بعيد خالص ان الروك يظهر في الحدث الرئيسي في ماتش رومان رينز. ممكن يظهر مثلا في نهايه العرض كده ولا حاجه، لما يلاقي مثلا يعني ان كودي رودز ورومان رينز بيحتفلوا بالفوز، فساعتها مثلا يعني يدخل يقف عند باب القاعه ويكون مصدوم من اللي رومان رينز عمله، وان هو اتحد مع كودي رودز وكده يعني مثلا يعني. او مثلا لو هو بروك ليزنر، فممكن نلاقي بروك ليزنر مثلا برضو بيساعد رومان رينز وكودي رودز. بصوا انا زي ما قلت لكم مش عاوز ارفع سقف التوقعات بجد يعني، عشان كل مره الواحد بيرفع فيها سقف التوقعات بينزل في الاخر على الفاضي يعني. فيعني هو كودي رودز اللي قال كده، انا ماليش دعوه، لو ما حصلش اي حاجه فمشكلتكم مع كودي رودز مش معايا انا بس يعني. بعد كده بقى بنفتتح العرض بدخول الفينامينال ايج ستايلز، الدكتور ايج ستايلز، دكتوراه في المصارعه الحره، بس للاسف يعني للاسف رجع بالشخصيه الفيس. كان نفسي يرجع بالشخصيه الهيل زي ما كان موجود قبل ما يختفي، لكن للاسف رجع فيس وكيوت وطيب وابن ناس. انا مش فاهم في ايه بجد والله العظيم، انا نفسي افهم في ايه. هو في حد ملاحظ زيي ان عم بخه مخلي الاتحاد كله فيس كل الاتحاد فيس؟ في ايه؟ الهيل حرفيا يتعدوا على صوابع الايد، لكن الباقي كله فيس، وبالاخص كل النجوم الكبيره، سي ام بانك، راندي اورتن، رومان رينز، سيس رولينز، كودي رودز، ال اي نايت، وايج ستايلز كمان دلوقتي. يعني انا مش فاهم والله العظيم بجد يعني، لما كل دول فيس امال مين الهيل يعني؟ انا عاوز لا تمام كده خلاص، انا كده اطمنت يعني. لا خلاص، سمعه الهيل بين ايديكم يا رجاله، في ايد امينه خلاص، او في ايد تونجالوا يعني، ايهما اقرب. المهم دخل ايج ستايلز وسط تفاعلات قويه جدا جدا من الجماهير، ودي حاجه عجبتني قوي بصراحه، لاني حسيت ان الجماهير فعلا بتقدر واحد في مكانه وجمدان ايج ستايلز. المهم مسك المايك، وهنختصر الكلام عشان نلحق ننزل الفيديو، وقال ان هو ندمان على الحاجات اللي عملها قبل ما يختفي، اللي هو ندمان على الشخصيه الهيل اللي هو كان فيها يعني، وان اي حد في المكان هنا زعلان منه فهو عنده حق فعلا، وهيحاول يصلح الدنيا الفتره الجايه ويبدا صفحه جديده ويحاول يرجع ارث ايج ستايلز. فساعتها راح جاي داخل له كاراميليو هيز، ده بقى قعد يرغي بتاع حوالي ساعتين ثلاثه كده ولا حاجه، رغاي يعني، وراح جاي قايل له انا من اشد معجبينك، انا بحب الناس القديمه جدا اللي زيك، انت تستحق تمضي عقد اساطير، اما انا بقى فانا استحق لقب الولايات، مش اندرادي ولا ال اي نايت، لا انا اللي استحقه، وفزت على اندرادي 3 مرات. فراح جاي قايل له طب تمام حلو جدا تمام، انا لعبت مع ال اي نايت قبل كده وعارف اسلوب لعبه كويس جدا، فانا هديك شويه نصايح كده عشان تعرف تتعامل معاها. فيعني ستايلز بصراحه راجل محترم وبيحاول ان هو يساعده بجد، بس قليل الادب اللي ما شافش ربايه بربع جنيه، راح جاي قايل له ايج ستايلز انا مش هاخد نصايح من المستسلمين، وهو هنا قصده طبعا على استسلام ايج ستايلز من كودي رودز قبل ما يختفي في كلاش ذا كاسل تقريبا يعني. فساعتها ستايلز قال له طب طالما انت جامد قوي كده ومش محتاج حاجه من حد، ليه مش بطل اليو اس اي دلوقتي؟ ها ليه؟ فقليل الادب برضو اللي ما شافش ربايه بيبجح في الدكتور وبيقول له طب طالما انت فينامينال قوي كده، ليه مش بطل الدبليو دبليو اي دلوقتي؟ ها ليه؟ والله بجد يعني هو الكلام جامد يعني، الكلام جامد جدا بصراحه، والقصف حلو يعني وعجبني يعني. اي نعم هو قليل الادب وما شافش ربايه عشان بيرد على الدكتور بالطريقه دي، بس الكلام عجبني يعني، الفقره عجبتني يعني بصراحه يعني، جامد ابن اللذين، حلو كاراميليو هيز فعلا يعني. المهم ستايلز قال له انا لابس لبس المصارعه وانت لابس لبس المصارعه، فتعالى لي في ماتش دلوقتي يلا ها. فراح جاي قايل له لا انا تمام كده ومش عاوز العب دلوقتي. فساعتها دخل لهم الميجا ستار ال اي نايت، ده بقى الجماهير قعدت بتاع حوالي نص ساعه كده ولا حاجه بتشجع فيه بجد يعني، وانتوا عارفين الجماهير مع ال اي نايت عامله ازاي. المهم هو قعد يتكلم عن عداوته مع ايج ستايلز القديمه دي، وعن ان كاراميليو هيز جبان وبيهرب دلوقتي من تحدي ايج ستايلز ليه، وراح جاي قايل له في الاخر لو فزت على ايج ستايلز دلوقتي فساعتها ماشي يا عم، هفكر ان اديك فرصه على لقب الولايات اللي انت اصلا ما
تستحقوش، بس ماشي يا عم هفكر ساعتها، لان انا عارف في الاخر ان ايجي ستايلز هيحط عليك وبس كده. وبالفعل كاراميليو هيز قبل التحدي وبدات المباراه وما كملتش 5 دقايق، وفي وسط ما هم بيدبوا في بعض ايجي ستايلز خدوا واحده على ركبته. ايجي ستايلز اتصاب ساعتها وما قدرش يكمل الماتش، والدكتور دخل له ساعتها وقف معاه، فساعتها الحكم اعلن ان ايجي ستايلز مش هيقدر يكمل الماتش وكاراميليو هيز هو اللي فاز. ام ال نايت راح جاي طالع رزع واحده بي اف تي بسيلنج فاجر مش ممكن، ايه ده بجد؟ لا يعني كاراميليو هيز لعيب بجد فعلا يعني. وساعتها ال نايت سابه مرمي على الحلبه وانتهت الفقره دي على كده. طيب اول حاجه كده، اصابه ايجي ستايلز بجد ولا سيناريو؟ بصوا يا رجاله، في ناس شايفه ان هي بجد عشان وضعيه ركبه ايجي ستايلز تحس ان هي فعلا اتكسرت بجد، يعني تحس ان هي اتلوت بجد او في حاجه حصلت يعني. ولكن في بعض الناس وانا منهم بصراحه شايف ان هي سيناريو، لان لو بجد كان الحكم عمل علامه اكس. الحكم بيعمل علامه اكس لما بتبقى الاصابه بجد وبيخرجوه وهم مسندينه، لكن هنا ايجي ستايلز حاول يخرج لوحده، وكمان في الكواليس جابوه وهو قاعد مع الدكتور. كل الحاجات دي ما بتحصلش لو الاصابه بجد. عشان كده انا شايف ان هي سيناريو، لان كمان احنا اصلا عارفين ان كاراميليو هيز هو اللي عليه الدور ان هو ياخد فرصه على بطوله الولايات، بس يعني ال نايت قال ان هو يرخم عليه بس مش اكتر يعني. بس فانا بصراحه ما عنديش شك خالص ان الاصابه دي سيناريو عشان كاراميليو هيز ياخد الفرصه اللي احنا كلنا عارفين ان هو هياخدها من بدري جدا اصلا يعني. فدي كده حاجه. تاني حاجه بقى كده، من الواضح ان للاسف شكل كده مفيش جديد مع ايجي ستايلز، شكله راجع يتهمش وبس. ده كده اللي باين بصراحه من اول فقره ليه يعني، بس يعني ماشي ما علينا. اخر حاجه بقى عاوز اقول ان ال نايت ده جامد والله العظيم بجد جامد، ولقب اليو اس اي جامد جدا معاه، وفترته باللقب لحد دلوقتي عجباني جدا بصراحه، وشايفه بيعمل قيمه وهبه جامده للقب. واحسن حاجه عجباني فيه بقى اللي هو بيشق اللي قدامه جامد جدا عشان بس يديله فرصه على اللقب. اللي هو كاراميليو مش انت فزت على اندرادي وبقيت 3-3 وتمام وكل حاجه حلو جدا مفيش مشكله، فوز لي بقى يا معلم على الايجي ستايلز، يلا يا حبيبي يلا يا كوكو ما تتنحش يلا، عشان بس اقتنع ان اديك الفرصه اللي انت اصلا ما تستحقهاش يعني. فبجد يعني انا بحب جدا الطريقه دي، لان هي بتحسسني بقيمه اللقب وبجمدان الشخصيه اللي بتتكلم. بس كده فقره كانت حلوه جدا لكاراميليو هيز وال نايت، ولكن للاسف كانت مؤسفه جدا بالنسبه لي لايجي ستايلز، وديها 8 من 10. بعد كده بقى بيعرضوا فيديو لحد راكب عربيه وكاتبين كامينج سون، جاي قريب. مين بقى اللي جاي قريب ده مش عارفين، بس يعني برضه هو مش هيخرج بره الروك او جيمي اوسو او بروك ليزنر، هم دول اللي ممكن يجوا قريب. بس كده عموما هنشوف في باد بلاد، عشان شكل كده باد بلاد في حد هيظهر فيه، شكلها كده يعني. بس كده بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي معانا. خلاص؟ امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ بسم الله ما شاء الله. انا شكلي كده هحط الافيه ده كتير الفتره الجايه ولا ايه؟ انا مش فاهم والله العظيم بجد. العرض النهارده كان عباره عن فقره افتتاحيه والحدث الرئيسي، وكل اللي في النص سيدات، حوالي 4-5 فقرات سيدات سواء على الحلبه او في الكواليس. يعني انا مش عارف والله العظيم بجد اقول ايه يعني، بس يعني ماشي ما علينا يعني. المهم الحدث الرئيسي كان ماتش سلالم على القاب التاج تيم، وقسما بالله ده كان ماتش عالمي. واجمد واحد في الماتش ده بالنسبه لي، هم كلهم كانوا جامدين جدا والله، بس اكتر واحد لفت نظري هو مونتس فورد. يا نهار ابيض على الواد ده بجد، ايه الواد ده يخرب بيته، الواد عليه شويه نطاط طرب ورب الكعبه فعلا. المهم الدي اي واي وستريت بروفيتس كانوا متفقين على البلاد لاين ومسكوهم طول الماتش، كلوهم علقه. يا نهار ازرق يا نهار ابيض على الدب والدغدغه اللي حصلت بجد يعني. انا اللي عجبني في الماتش ده كمان ان هم سابوا القاب التاج تيم متعلقه، وسابوا كل حاجه فوق على الحلبه، ونزلوا يدبوا في بعض تحت على الترابيزات وبالكراسي، وتريبل باور بوم جامده. هو حيوان ويستحقها بصراحه، وحطوا على البلاد لاين حطه سودا ومنيله ب60 نيله عليهم وعلى اللي جابهم بجد. بس بعد بقى ما خلصوا عليهم طلع الدي اي واي عشان يجيبوا الالقاب، فطلع لهم ستريت بروفيتس وكل واحد فيهم مسك له واحد، ومره واحده تشامبا ودوكنز خدوا بعض واحده باك على السلم. يا ساتر يا رب، مش ممكن لا النزله دي صعبه جدا. تخيل تنزل بظهرك على سلم مش عارف خشب ولا ألمونيا ولا ايه في ليلتهم دي، المهم ان هو مش بلاستيك. يعني النزله دي فعلا صعبه جدا مش ممكن. ودي كده كانت النهايه للاثنين دول. بعدها طلع توم جالوا زق السلم فنزل
جوني جرجانو مونتسفورد. يا ساتر يا رب، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا الماتش كله كوم، والنزلتين دول بالنسبه لي كانوا كوم تاني خالص. بجد بجد انا استمتعت جدا والله فعلا بالماتش ده فعلا. والاثنين دول كده خلاص هما الاثنين مع السلامه شكرا. فساعتها طلع الاسطوره تونجا لوا خد الحزمه وهم اللي فازوا واحتفظوا بالقاب التاج تيم. فعلا الشخصيات الهيل في امان يعني تحفه. الصوره دي تحفه مش ممكن يعني. انا نفسي افهم ايه الفخاد دي كلها. انا نفسي افهم ايه كل ده. انت بتلعب بيهم ازاي؟ انا مش عارف يعني نفسي اعرف مش عارف. عموما الماتش ده كان حلو جدا جدا، والنتيجه كانت متوقعه جدا بصراحه. وبعدها سولوسكوا وجيكوب فاتو دخلوا عشان ياخدوا اللقطه معاهم، وانتهت الفقره والعرض كله على كده. وحرفيا مفيش اي حاجه خالص ممكن تتقال غير ان الماتش فعلا كان جامد جدا، ومتاكد ان ظهورهم اتدغدغت فعلا النهارده. والماتش ده بجد يستحق 10 من 10 وعن جداره. بس كده. عرض النهارده يا رجاله هو عرض سيدات بحت. حرفيا مفيش غير فقرتين بس للرجاله، فقرتين بس. حتى لو مثلا ما حطوش فقره كده في النص للرجاله ولا حاجه، لا 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 خالص، كله سيدات. ده حرفيا اقل عرض انا اتكلمت عنه في حياتي كلها تقريبا يعني. وحرفيا دلوقتي انا مش لاقي حاجه اكتبها بره في العنوان ولا على الصوره، مش عارف اكتب ايه والله بجد يعني. انا ما اعرفش بصراحه عم بخه يعني بيعاملنا كده ليه بيعاملنا كده؟ ده احنا بنحب الشركه يا عم، في ايه؟ عموما الفقرتين اللي حصلوا دول كانوا حلوين بصراحه، لكن العرض بشكل عام كان يعني بالنسبه لي مفيش عرض اصلا حرفيا. واديله جيوش من حرف الخاء. بس اجمد واحد فيه بالنسبه لي كان مونتسفورد وتاما تونجا وكراميلو هيز. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في فرايداي نايت سماك داون. ولكن قبل ما نقفل احب اشكر وارد على اخويا سلطان من السعوديه. بس بقول لك لا، درو ماكنتاير ما ينفعش ينزل يلعب على الولايات او القارات دلوقتي، لان درو ماكنتاير في الوقت الحالي هو سوبر ستار، والناس عاوزاه اصلا ياخد بطوله عالم مش 100 كارد. اما بقى اخويا محمد الشهراني فيعني حبيبي جدا والله يا اخويا، تسلم على الكلام الحلو ده. وبقول لك اني فعلا حاسس ان عرض النهارده هيكون عرض اسطوري فعلا. بس انا خايف اقول كده لان تريبل اتش خلاني بقيت خايف اتكلم والله العظيم. بقيت بخاف اقول كده، انا جالي تروما منه. الحمد لله يعني. اما بقى اخويا وحبيبي عبد الرحمن ابو زيد من مصر، فبقول لك اول حاجه انا عارف ان لو ديميان بريست كسب انا عارف ان العداوه هتفضل مستمره، وبرده فيل لو كسب هتفضل نفس الكلام. لكن انا بتكلم عن ان ازاي ديميان بريست هيهزمهم كلهم لوحده، هي دي بس الفكره بالنسبه لي. لكن في كلتا الحالات العداوه مكمله عادي جدا يعني. اما بقى ماتش رومان رينز وكودي رودز فان شاء الله باذن الله ممكن يحصل فيه عوده ولا حاجه جامده يعني ان شاء الله باذن الله يعني. اما بالنسبه لسي ام بانك وسامي زين فانا متفق معاك جدا في كل الكلام اللي انت قلته عنهم، وغالبا احنا مش مختلفين في اي حاجه انا وانت المره دي خالص يعني غالبا يعني. اما بقى اخويا وحبيبي ماجد من السعوديه فبقول لك سيس لا مش مظلوم ولا حاجه. هو درو ماكنتاير بس اللي تحس ان هو فعلا مظلوم دلوقتي، اللي هو هيموت وياخد لقب عالم بقاله سنه ومش عارف. حتى عداوته مع سي ام بانك شكله كده هيخسرها. فيعني هو فعلا درو ماكنتاير ده اللي مظلوم. اما فيديو سيس فاتقل ان شاء الله باذن الله هعمله باذن الله يعني. واخيرا بشكر اخويا بوسوما اللي كان وحشني جدا والله العظيم، يعني ما تبقاش تغيب عننا تاني يا عم. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في فرايداي نايت سماك داون. قول لي بقى في الكومنتات تفتكر الروك ممكن يظهر النهارده فعلا ولا لا؟ وتفتكر اصابه ايجي ستايلز بجد ولا سيناريو؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام.